يا هلا بالعودة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن هنعمل ايه بعد ما النتيجة ظهرت، او ايه اللي احنا ممكن نعمله او اللي احنا ممكن نختاره او نغيره في اللي حصل لنا ده، او المجموع اللي احنا جبناه ممكن يودينا فين. اول حاجة انا حابة ابارك طبعا لكم كلكم، اللي جاب مجموع عالي واللي جاب مجموع قليل. حتى حابة ان انا ابارك للي جاب مجموع قليل قبل اللي جاب مجموع عالي، لانه تعب قد ايه تعب في السنه. يعني محدش كان حاسس بالتعب اللي هو مر بيه والاجهاد اللي هو مر بيه طول السنه، ومع ذلك يمكن القدر او الحظ ما حلفهوش وجاب مجموع عالي. على النقيض الاخر هنلاقي ان في ناس ما كانش بتذاكر وناس ما كانوش شاطرين ومع ذلك جابوا مجاميع عاليه. طبعا ده حاجه منتشره جدا جدا حوالينا. فانا حابه اتكلم معاكم النهارده في حاجات كتيره قوي، وحابه اول حاجه اقولها لك: انت الحمد لله عملت اللي عليك، وانتي او انت بطل، وانت حققت حاجات كتير جدا خلال السنه. كفايه ان انت استحملت وذاكرت برغم كل الاجهاد والتوتر والتعب وكل الحاجات اللي كانت عليك دي. فحابه ان انا ابارك لك، ان انا ابارك لك مره تانية ومره 10 ان انت وصلت لحد هنا. وباذن الله باذن الله حتى لو كان مجموعك قليل، باذن الله ان شاء الله هتوصل لمكان عاليه، طالما انت شاطر وطالما انت مجتهد وطالما انت بتذاكر. فكليات القمه مش اخر العالم، والحدود اللي فرضها علينا المجتمع مش هي دايما اللي صح، ومش دايما المجتمع الحاجه اللي المجتمع بيحطها هي اللي صح. فالنهارده حابين نتكلم النهارده عن شويه حاجات، وحابه انها تكون حاجه كده تحت مسمى ما تغلطش غلطتي او ما تفكرش نفس تفكيري لما كنت بمر بنفس الظروف دي. اول حاجه حابه اتكلم فيها النهارده للناس اللي جابت مجاميع قليله. تمام، دول اكتر ناس محتاجين الفيديو ده النهارده، او اكتر ناس انا قمت مخصوص عشان اسجل الفيديو ده عشانهم. اول حاجه حابه اقولها لك ان اكيد انت كنت عاوز مجموع عالي جدا، او حلمك كان كليه معينه. تمام، بس انت ما جبتش مجموع الكليه دي، فخلاص شايف ان الدنيا خلاص اسودت قدامك وما عادش في قدامك اي فرص او اي مستقبل، وخاصه في الحاجات اللي بتحصل حوالينا، وخاصه في الكليات والتنسيق وكمان المجاميع وكمان الكليات الخاصه. يعني انت لو انت مصمم على كليه معينه وما قدرتش انك تخش الكليه دي، فانت مش هتعرف كده تخشها بسبب المجاميع والفلوس وكل الحاجات دي. تمام، فانا حابه بس الفت انتباهك لحاجه تانية، ان ممكن يكون قدامك خيارات كتيره جدا جدا تحت سياق الكليه دي. يعني مثلا لو كان نفسك تخش طب فما قدرتش ان انت تخش طب، ولكنك جايب مجموع كليه التمريض مثلا. تمام، اول مره حد يكتشف ان في حاجه اسمها كليه التمريض، مش معهد تمريض او مش دبلوم تمريض، لا هو كليه التمريض. فكليه التمريض دي مثلا تكون 5 سنين 4 سنين دراسه وواحده امتياز، وفرصها كتيره جدا. بس انت احيانا ما بتبقاش شايف الفرص دي او ما بتبقاش شايف الحاجات دي، وممكن تضيع الفرص دي من ايدك. فعاوزاكم اول حاجه تشوفوا ايه الكليات اللي هي موجوده ومتاحه لكم. فالكليات دي مثلا تكون مثلا متاح ليها كليه اداب، وكليه اداب دي لها اقسام كتيره جدا. تاني حاجه مثلا كليه تربيه لها اقسام كتيره جدا. معايا كليه تمريض، كليه علوم. اشوف ايه الخيارات اللي انا ممكن اختار منها، وبعدين ابدا اختار بناء على الحياه بتاعتي، وبناء على المميزات والحاجه اللي انا شايفاها هتضيف لظروفي ولحياتي ستايل او لايف. وانا ذكرت كليه التمريض بوجه عام لاني اصلا طالبه في كليه التمريض جامعه المنصوره. فلما كنت في ظروفكم دي، او لما بعد النتيجه لما ظهرت، كان قدامي فرص كتيره جدا، واولها كانت طب بيطري. انا كنت جايبه 87 و 57%. تمام، فالمجموع ده كان متاح قدامي وقتها في الدفعه بتاعتي، كنت تاني دفعه من دفعه التابلت. فكان متاح قدامي ايه؟ كان متاح قدامي اول حاجه كليه الطب البيطري، تاني حاجه طبعا كليه التمريض وكليه ألسن. تمام، كانت متاحه. وعندنا كانت كليه علوم، وكان كليه الحقوق. كان في كليات كتيره جدا جدا متاحه قدامي، بس في النهايه اخترت كليه التمريض. ليه اخترت تمريض وما اخترتش طب بيطري؟ اختلفت معايا في ان انا كنت عاوزه ان انا اوصل لحاجه تكون مريحه بعد كده، مش في الشغل. كلنا عارفين ان ممكن كليه التمريض تكون او المجالات الطبيه عموما الشغل فيها مرهق، لكن انا اخترت تمريض ليه؟ بسبب انه هيكون في تكليف. تمام، وهيكون في حاجات كتيره اتعلمها في حياتي، وهيكون مناسب لظروفي والستايل اللايف ستايل اللي انا عايزه اعيشه بعد كده، وهيكون حاجه كويسه ان انا ابني عليها مستقبلي بعد كده. فعشان كده اخترت كليه التمريض. فليه ولاء ما اخترتيش طب بيطري؟ مع ان طب بيطري مستقبله يمكن كويس. تمام، الصراحه انا ما حبيتش طب بيطري، وكمان ما كانش عندي شغف ان انا ادخل طب بيطري. وهقول لكم على حاجه كمان، ما كانش عندي شغف ان انا ادخل تمريض. ولكن
القدر، فاهمين؟ النصيب. انا اخترت تمريض، ارتحت للتمريض وحسيت ان الدراسه هتبقى في تمريض سهله، لا و4 سنين وهخلص بقى وفاهمين وهكمل مستقبلي، اللي هو مش هفضل ادرس كتير قوي، وخاصه ان كليه طب بيطري او كليات الطبيه زي طب بشري، طب بيطري، الكليات دي كمها كبير جدا من المعلومات والكتب والمناهج الدراسيه مقارنه بالكليات التانية. تمام. ومش بقلل من كليتي، انا كليتي بتدرس لنا مناهج من طب ومن صيدله ومن جميع الكليات، لان طبعا محتاجين ان احنا نعرف المناهج او كل الحاجات اللي تخص الطب والتمريض، لان طبعا بندخل ونتعامل مع الحالات، فلازم نبقى فاهمين المصطلحات وكل حاجه وكل الامراض وكل التشخيصات. فكليه التمريض مش بس بتدرس تركيب كاملات او تركيب محاليل او الحاجات دي خالص، كليه التمريض بتدرس مواد من طب ومن صيدله ويمكن كمان من حقوق. عندنا ماده اسمها اسكس اللي هو اخلاقيات التعامل او اخلاقيات المهنه او حقوق المريض وحقوقك انت كتمريض. دي حاجات مش سهل ان انا اتكلم عليها في فيديو واحد، بس حبيت الفت النظر ان كليه التمريض مش بتدرس بس المواد ودي اول حاجه انا حابه الفت النظر ليها النهارده، وهي اننا نبدا نكتب كل الكليات المتاحه قدامنا على ما التنسيق ينزل وعلى ما تنسيق الجامعات ينزل، عشان نقارن بينهم ونفاضل ندخل ايه وما ندخلش ايه. طبعا تنسيق السنه اللي فاتت، شوفوا تنسيق السنه اللي فاتت للكليات كان ايه بالنسبه لمحافظتكم. يعني التنسيق لو زاد السنه دي ممكن يزيد 2% او 1% عن الكليه مثلا، مش هيزيد كتير قوي. تمام، مش هيجي مره واحده كده ويزيد قوي. فشوفوا الكليات اللي هي متاحه لكم وشوفوا انتوا تقدروا تدخلوا ايه، وتقدروا تختاروا الكليه نهين، وزي ما قلت لكم بناء على الشغف بتاعكم وبناء على اللايف ستايل اللي انتوا عايزينه وبناء كمان على المجالات او الشغل اللي موجود فيها او فرص العمل اللي موجود فيها. وما تسمعوش كلام اي حد عن اي كليه، لازم تبداوا تبحثوا وتسمعوا اكتر من راي لحد ما تبداوا ان انتوا تقرروا. تمام، لان في كليات كتيره جدا فيها مجالات عمل كتير وفيها فرص كتيره جدا 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 واقسام كتير ومحدش يعرف عنها حاجه، ومحدش اصلا بيقول كلمه حق في حق الكليه دي، او ما بيقولش كلمه عدل ان الكليه دي كويسه. ما تخليش حد يحبطك او حد يخلي ثقتك في نفسك تقل، وان انت تبقى تفكر ان ده نهايه العالم. عمرها ما كانت نهايه العالم، وانت مش اول شخص يعني او اول حد يجيب مجموع قليل. وبص حواليك هتلاقي ناس كتيره جدا ناجحه من غير كليات القمه ومن غير الهري الكتير ده. هتلاقي ناس كتيره جدا ناجحه في مجالاتها وناس عندها فرص وبقى عندهم شركات وعندهم حاجات كتيره جدا لانهم بيسعوا وبيجتهدوا، مش بيقفوا عند نقطه معينه. وعايزه اقول لكم ما تقفوش عند النقطه دي، واختياراتكم متعلقه بقراراتكم وبتفكيركم الفتره دي وبكل حاجه انتوا بتعملوها الفتره دي، فما تسمحوش للزعل والاكتئاب انهم يغيروا حياتكم ويدمروها للابد. وما تاخدوش بقى ان انت خلاص فشلت او خلاص ما جبتش الحاجه اللي انت عاوزها كده انا خلاص بقيت فاشل. عمرها ما كانت بتتحسب كده. عمر الحياه ما كانت بتيجي عند نقطه معينه وتقف. لازم تحاول مره واثنين وثلاثه ويكون عندك احلام كتيره قوي، اكتر من حلم واكتر من طريق بتسعى فيه واكتر من حاجه انت عايز تحققها، مش بس الثانويه العامه. مش بس عادي هيبقى عندي اكتر من 1000 حلم، مش حلم واحد بس، ويبقى عندي اكتر من 1000 حاجه عاوز احققها في حياتي، ويبقى عندي حاجات كتيره جدا هنجح فيها. لسه الطريق طويل، ولسه الحياه قدامي، ولسه التجارب قدامي، ولسه انا هدي، ولسه هسعى، ولسه هجتهد، ولسه همسك في الحاجات اللي انا عاوزها، ولسه هنجح. ما وقفتش على الثانويه العامه، عمري ما شفت حد الثانويه العامه وقفت معاه الا الناس اللي هي عايزه تدمر حياتها. لو وقفت عند النقطه دي فانت هتدمر حياتك. اما بقى لو انت عاوز تسعى وتجتهد وتشوف اكتر من حلم واكتر من كليه، وادخل الكليه حتى لو انا مش حاببها او حتى لو انا ما قداميش غيرها، وباذن الله ربنا هيوفقني فيها وهجيب تقديرات عاليه وهيتفتح لي فرص كتيره جدا ويبقى قدامي 1000 حلم. ما وقفتش على الثانويه العامه. لو كانت وقفت على الثانويه العامه عند ناس كتيره قوي ما كانش حد نجح في حياته، كان بس عندنا بقى ايه كليات الطب، كليه الصيدله، كليه الهندسه، دول بس اللي كانوا هيبقوا موجودين قدامنا ونماذج ناجحه. لكن في حوالينا 1000 نموذج، 1000 مليار نموذج حوالينا ومليار قصه ناجحه ما كانوش في طب ولا في هندسه ولا في صيدله. وانا مش بقلل من الكليات دي، طبعا المجالات الطبيه والمجالات الانسانيه ليها كل الاحترام، وطبعا التمريض الطب فمش بقلل منهم، ولكن مش حابين ان احنا يعني نحط النجاح في زاويه معينه زي ما المجتمع المصري حاطه، اللي هو طب دكتور في طب اسنان، في طب بشري، في هندسه، في صيدله، في علاج طبيعي، انت كده ناجح. انت كده ناجح باي منطق فكر فيها هتلاقيها ما فيش لا اي اساس من المنطق. فخليكم دايما واثقين ان ربنا مش هيضيع تعبكم ده، وربنا هيكرمكم، وطول ما انتوا بتجتهدوا وبتسعوا ومش بتقفوا عند نقطه معينه ربنا هيكرمكم وحياتكم هتبقى احسن وكل حاجه هتتغير وهتتعدل. وفي كليات كتيره جدا هتكون متاحه قدامكم باذن الله وهتقدروا ان انتوا تدخلوها، وهتكون كمان فيها تفرق في حياتكم، وهتكون باذن الله توفر لكم فرص وتوفر لكم مجالات كتيره جدا وهتتعلموا حاجات جديده. فمش عايزاكم تقلقوا ومش عايزاكم تفتكروا ان انتوا كده خلاص ضاعت عليكم.
زي ما الناس بتحاول انها توهمكم، عمرها ما كانت كده والله العظيم. انا اعرف يعني زمايل ليا حصلت لهم حاجات في ثالثه ثانوي دي يعني كوارث، وبعدين بداوا تاني ان هم يقفوا على رجليهم وعادوا السنه من تاني، انتوا متخيلين؟ وبعدين اجلوا سنه، وبعدين في الاخر دخلوا كليات وجابوا تقديرات عاليه جدا فيها، واتفتحت لهم مجالات تانية ومجالات شغل كتير وفلوس ورزق وحياه. فمش بتقف عند الثانويه العامه. حاولوا تستوعبوا ده اللي انا عاوزه اقوله لكم. ومش عاوزاكم دايما تحطوا في بالكم الغش والحوارات اللي حصلت دي. اللي حصل حصل خلاص، هي خربت، انتوا فاهمين؟ هي خلاص ما عادش فيه ان احنا نتكلم، ما عادش فيه ان احنا نقول. احنا عايزين نركز في اللي جاي، عايزين نركز على نفسنا، عايزين ننجح، عايزين نتفوق، عايزين ندخل اي كليه وننجح فيها. مش شرط بقى اللي راح خلاص راح، اللي راح مش هيرجع. اللي راح ايه؟ راح، مش هيرجع خلاص. فاحنا نحاول ان احنا نستمتع باللي جاي ونختار الكليه اللي هتفرق في حياتنا وهتفرق في حالتنا بعد كده وفي ظروفنا وفي ستايل حياتنا. فبلاش نقف عند النقطه دي، ويا ريت نسعى اكتر من كده، وباذن الله ربنا يوفقكم. فباذن الله اشوفكم واصلين لكل احلامكم، واشوفكم محققين حاجات كتيره جدا في حياتكم، واشوفكم تخطيتوا المرحله الصعبه دي وبداتوا ان انتوا تبداوا تدخلوا الكليات اللي انتوا حابينها، وتبداوا كمان ان انتوا تنجحوا اكتر واكتر. فحابه باذن الله ان انتوا تكونوا في احسن مكان، وان انتوا تختاروا الحاجات اللي انتوا حابين تكملوا فيها في حياتكم، وباذن الله توفر قدامكم فرص كتيره جدا وكليات كتيره جدا ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه. وما تقلقوش وما تزعلوش من النتيجه. مش عايزاكم تقلقوا خلاص من التنسيق والنتيجه. باذن الله ربنا مش هيضيع تعبكم والله العظيم، وهتنجحوا في اي مكان تروحوه لانكم شاطرين. والله العظيم والله العظيم اي انسان شاطر ومجتهد لو وديته اي كليه هينجح فيها طالما هو عاوز ينجح في الكليه دي. وبس كده انا خلصت الفيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشيروه مع اصدقائكم اللي قلقانين من التنسيق واللي تعبانين جدا من النتيجه، وقولوا لهم ان باذن الله هيبقى في امل، وباذن الله يلحقوا كليات كويسه. فما تزعلوش وما توقفوش حياتكم عند النقطه دي. وبس كده اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني. وبس كده. انا بدات اسيح على فكره، بسجل الفيديو من غير مروحه فبدات اسيح. جو حر موت. يلا باي.